ليس هناك زمان المسلمون أحوج إلى التعدد فيه مثل زماننا عند من له القدرة على ذلك، رجلا كان أو امرأة. عند المحققين أن التعدد على الاستحباب لعموم قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. رجل عنده القدرة البدنية، عنده القدرة المادية، وامرأة تحتاج إلى العفة، كيف يتركها؟ يقول الإمام الشعراني: ومما أخذ العهد علينا ألا نتزوج على زوجاتنا حتى لا نكسر بخاطرهن. أدي ده إيه اللي هم أهل الله يعني. هو الزواج الثاني هو حلال، لكن مش راضي يكسر بخاطر مراته. انت متجوز وعندك اولاد وزوجتك ست طيبه، عينك زغت لواحده تانية تعلق قلبها بيها لا ارادي، انت معذور. ساعات التعلق القلبي يجي لا ارادي. تعمل ايه بقى؟ هو انت كل ما يتعلق قلبك بحاجه تعملها وانت طفل صغير؟ اشوف بقى ان الحاجه دي لو خدتها هتستفيد ولا هنضر؟ غالبا هتنضر، مش غالبا 100% هتنضر، لان الزوجه الثانيه مع وجود زواج ناجح قبل كده يؤدي الى فشل الاول، وبالتالي هتنتقل من نجاح في جهه الى فشل في جهه، يبقى ده مش مفيد. افهم سنه النبي ازاي عاش حياته. سنه النبي لما تزوج ستنا خديجه وكانت ست طيبه كامله وانجبت له اولاد، عمل ايه؟ فضل معاه لحد ما ماتت لم يتزوج غيرها، مع ان النبي اوتي فحوله 40 نبي، والنبي اوتي فحوله 40 رجل. يعني شوف بقى النبي لما شديد الفحوله بقى، وانت فحوله صرصار عايز تتجوزها، حاجه غريبه.